على نفسك أولا، على نفسك أولا أيضا على رب العالمين، وثانيا على نفسك. طيب أنت مقبلة إن شاء الله على زواج، شو راح تقدرين تنظمين وتديرين الوقت ما بين عملك، خصوصا إنه إحنا بالإعلام يمكن ما عندنا ساعة محددة طبعاً. على غفلة يطرأ ظرف نعم وضروري إنه تتواجدين أو تغطين هذا الحدث، فشو راح ترتبين وتديرين وتنظمين الوقت؟ يعني مخططة أنت طبعا، مسوية دراسة راسمة؟ أنا ذكرت حياتك بالمستقبل. أنا ذكرت لحضرتك إنه أنا ما أقبل على شيء إذا مو أنا خليت له خطة، يعني حاسبته بورقة وقلم. زين. صحيح إحنا دوامنا متعب وشريك حياتي وياي، بس بالنهاية أنا أولويتي البيت. ممكن أقول ما أعرف أطبخ وغششتك هواية طبعا إنه أنا ما أعرف أطبخ. ليش؟ أو ما عندي واهس بالطبخ. زين لا أنا مرات زين حلي لي هاي المشكلة. أحيانا إيش راح ياكل الرجال؟ لا تقولي لي ديليفري. ما يؤمن بالدليفري اطلاقا. حلو، يحب اكل البيت. يحب اكل البيت، ومن حقه من حقه اي رجال، يعني اي رجال عنده زوجه هذه المشكله. من حقه اي رجال عنده زوجه يجي يلقى البيت جاهز والطبخ على حسب الاصول. زين هذا راح يكون في الدافع يخليش تتعلمين؟ لا طبعا هذا دافع بالنسبه لي. شو كنت تتعلمين؟ انا احب اكون ان شاء الله انا احب اكون ناجحه، ما احب ادخل يعني حتى لو مجال بيت وحياه وزواج وكذا. ما احب افشل بالموضوع، فانا راح ابيض وجهي ان شاء الله. ايش راح تتعلمين؟ وش وقت؟ الوالده طباخه؟ عندي الاساسيات طبعا. الوالده طباخه؟ عندي الاساسيات. زين. الوالده يعني تقريبا قلت لك هي ايضا موظفه، فحياه الموظفين شويه سريعه. زين هسه انت عندك الاساسيات، بس احنا نريد نكهه طيبه. عندي الاساسيات، فاليوم اسوي لكم دود وادز لكم. شو رايك؟ يا ريت حتى تكونين مؤمنه بقدراتي. مو بس هيك، حتى احنا نسبق ان شاء الله زوج حضرتك ونقيم الموضوع حتى اذا يحتاج له شويه طبعا تعديلات. لا انا احب اكون ناجحه بكل مكان ان شاء الله، واحب يعني على قدر المسؤوليه دائما. زين. انا هيك اشوف نفسي. حلو. رأيك بخصوص المرأة العاملة والمتزوجة بنفس الوقت؟ تحسين هذا الموضوع صعب انه توازن بين الكفتين؟ هو صعب جدا بالمناسبة، يعني صعب. هذا ياخذ من جهدها، من صحتها، ياخذ منها هواية، يعني يمكن على حساب نفسها، ممكن تهمل نفسها حتى. لكن الشاطرة والناجحة واللي على قدر عالي من المسؤولية تقدر توفق بين 10 شغلات بنفس الوقت.